شعيب ما كانش محظوظ هاد المرة بحال المرات اللي فايتين. عايش في بلاصة راقية في واحد المدينة صغيرة في وسط عائلة ميسورة، أي حاجة كتجي قبل ما يطلبها. ولكن هاد المرة كان على موعد مع واحد الحدث اللي غيقلب ليه حياته سفاها على لاها. كان غادي هو وصاحبه اللي فحال خوه بالسيارة ديال صاحبه وناشطين فرحانين، إذا بيه كيديروا حادثة وصاحبه كيتوفى قدام عينيه وهو كيتصاب بكسر. من مورا هاد النهار حياته غتبدل وغيدخل في صدمة نفسية. شعيب اللي قبل الحادثة كيختلف تماما على شعيب من بعد الحادثة. داك الشخص اللي كله حيوية ونشاط وهو والضحكة مصاحبين، ولا ديما ساهي وكيخاف من الظل ديالو، ولاو كيجيوه كوابيس في الليل. هادشي الا جاه النعاس اللي ودعوه شحال هادي. فزيادة على فقدان الصديق ديالو اللي كيشارك معاه بزاف ديال الذكريات، من القرايه حتى اللعب، هذيك الذكرى ديال الموت قدامه صدمته نفسيا، ولا كيحس براسو هو السبب ديالها، وما بقاش قادر يعيش عادي مرة أخرى، ولا عايش في الماضي وخا داز سنين على الحادثة وايامه العادية ولاو ذكريات. هادشي اللي طرا لشعيب سميتو اضطراب ما بعد الصدمة النفسية. فشنو هي الصدمة النفسية؟ وشنو علاقتها بالماضي؟ واش اي واحد ساهي هو مصدوم نفسيا؟ واش هي هلوسه؟ وكيفاش يدير اللي تصاب بشي صدمه نفسيه يخرج منها ويعيش حياه طبيعيه؟ كيفاش نقدر نعاون شي حد قبل ما يدخل في صدمه نفسيه واللي تخليها كيفاش يقدر يتعالج منها؟ إلا شي حد تعرض لشي حادث كيصدمو فحال الحادث اللي طرا لشعيب، ولا شي تحرش جنسي في الصغار، ولا شي حادث يقدر يدخل في الصدمه النفسيه. داك الانسان اللي كيتعرض لشي حادث خطير وكيحس براسو بانه ما يقدرش يتحكم فيه نهائيا، فكيتجمعوا ليه ثنائي خطير ديال الاحاسيس، الشعور ديال الخوف والشعور ديال العجز وعدم القدره على انه يدير شي حاجه في داك الموقف. الاحساس ديال الخوف كيخليه يفقد السيطره على اتخاذ شي قرار في داك الموقف وكيبقى جامد ما عارف ما يدير، والاحساس ديال العجز كيخليه يحس بانه ما يقدر يدير والو. هذوك القدرات الجسمانيه والعقليه كامل اللي عنده ما نافعينه في والو، كيحس قدراته ما يقدروش يخليوه يغير في داك الموقف ولا يتحكم فيه ولا يبدلو. هاد التركيبه الخطيره ديال الاحاسيس دايرين فحال شي وجبه شبعانه بروتين، ملي كتضربها ما كتبغيش تهضم والو. فهاد الاحاسيس ما كيتعالجوش مزيان من طرف الجسم والاحاسيس والدماغ، وهاد الاحاسيس ما كتاخذش الوقت باش تحس بهم والدماغ يعالجهم بطريقه صحيحه. فكيبقى الانسان هازو معاه لمده طويله عايشين في الماضي، كيخليوه ما يعيش حياته بشكل صحيح. كيولي يقول حياتي ما بقاتش كيف الاول، انا عايش وميت، ما بقيتش لاقي الكلمات اللي نقدر نوصف بهم داكشي اللي طرا. ذكريات قديمه مازال عايشه داخل ديالي كانها غير بارح طرات، وكنقدر نعيشها بكل تفاصيلها الممله. البلاصه اللي طرات فيها وفوقاش طرا هذاك الحدث ومع من كنت واشنو قال لي داك الشخص اللي كان معايا، الاصوات اللي كانوا ديك الساعات والروائح اللي شميتهم في ديك اللحظه. واصعب حاجه هو ان ما كيقدر يرجع داك الاحساس اللي حسيتي به في الحادثه، كتبور في بلاصتك، كيرجع لك نفس احساس الخوف مازال فريش. هادشي اللي كيخليك ما تقدرش تخلص منه مره. كنهرب من هادشي وانا فايق، كيتبعني وانا ناعس، يلا كيتغمضوا العينين كنفيق مرعوب وكيتعاود نفس الفيلم في الاحلام. فالصدمه النفسيه هي ماشي اي شخص يقدر يهضم من راسو ويتجاوزها بكل الاحاسيس بعد مده ديال الوقت اللي كيدخل فيها بزاف ديال المحددات، بحال القرب ديال الشخص اللي توفى ومدى القرب ديالك من داك الشيء اللي جرى في الحادثه، بلا ما نساو المناعه النفسيه ديال الشخص اللي طرات ليه. كل ما كان الريزيلينس ديالو طالع كل ما كيسهل عليه يتجاوز وما يبقاش مبلوكي فيها. وكاين اللي محتاج معالج ولا طبيب نفسي باش يتجاوزها، كاين اللي في الطريق ديالو باش يتخلص من هاد الاحاسيس والمشاعر السلبيه كيفصل راسو على الاحاسيس كامله مره واحده، وكيدخل في ديسوسييشن ديال المشاعر الايجابيه والسلبيه، وكيدخل في عزله عن الناس حيت ما بقاش قادر يتعامل مع الاحاسيس جمله واحده. كما كيفقد القدره على تقييم مواقف، واش هذا موقف خطير ولا غيؤدي به لشي حاجه خايبه، حيت ولاو عنده المقاييس باش كيحكموا هذا الشيء اللي كيدير بشكل غير واعي بلا ما يحس بالافعال اللي كيدير. ردات الفعل كتخربق، ما كتبقاش خاضعه لشي منطق، فحال كيبالغ في شي احاسيس ولا كتحس به جامد من الاحساس في مواقف اخرى، ولا كيلجا للهروب وعدم المواجهه. اي واحد يقدر يتصاب بهذه الصدمه النفسيه، يقدر يتصابوا بها الاطفال اللي المناعه ديالهم ضعيفه على الاجمال، كما يقد تشيل اي واحد راشد ولا كبير رغم ان تكون عنده مناعه نفسيه اللي اكتسبها من الحياه اليوميه اللي كيعيشها. تقدر تكون نتيجه ديال فقدان لشي شخص عزيز علينا، ولا من بعد تعرض لشي حادث جنسي ولا حادث تنمر. وفي بعض الحالات يقدر شي حد يدخل في صدمه بسبب شي صدمه اخرى اللي وقعت لشي شخص اخر،
بمعنى انه سمع شي شخص عزيز عليه طرات ليه شي حاجه ودخل في صدمه نفسيه. والشيء المشترك لهاد الحوادث هما انهم حوادث ماشي عاديه وكبار وما كيوقعوش ديما في الحياه اليوميه وكتطلبوا مجهود ومناعه نفسيه باش تجاوزهم. وكاين الاشخاص اللي دازوا من قبل من الصدمه النفسيه وتجاوزوها بلا ما يحسوا. فالاحصائيات كتقول بان 6 من اصل 100 شخص يقد يدوز منها في شي مرحله من حياته. وهي كتختلف على الهلوسه بكون ان الاحداث والذكريات اللي كيرجعوا مع الاحاسيس هما حقيقيه 100% وماشي من واحد الخيال، على عكس الهلوسه. فالشخص اللي مصاب بالهلوسه كيعيش احداث خياليه ما عندهاش علاقه بالواقع. من هنا كتبان الصعوبه ديالها، حيث كتقتات على الماضي الحقيقي باش تعطي احساس حقيقي من الذكريات القديمه، احساس كامل بكل تفاصيله. وكيفاش نعرفوا ان شي شخص مصاب بالصدمه النفسيه؟ هو عن طريق ملاحظه الاعراض ديالها، واللي خاصها تفوت شهر. وكتختلف هاد الاعراض ديالها من الاطفال للكبار، فحيث عند الكبار كنلقاو انه من بين هاد الاعراض هاد الشخص المصاب ماشي عدواني كاع، داكشي كيبان عليه هو وكيأثر على مناحي الحياة الطبيعية بحال الدراسة، العمل والمعاملة مع الأسرة. وهادشي اللي كيبان عليه خاص يكون ما عنده علاقة بشي دواء كياخدو، أي أن هاد التغيرات خاصهم يبانوا بشكل مستقل عن أي حاجة أخرى. من بين هاد الأعراض كنلقاو الاسترجاع الحي للذكريات، بحيث ان الانسان كيرجع فلاش باكس كانهم عاشوا البارح وكيبقاو يتعاودوا عنده، كيسترجع كل شيء من الزمان اللي طرات فيه الحادثه، الروائح اللي كان كيشمهم ديك الساعات والاحساس الحي اللي كان كيحسو. هادشي كيجي معاه ارتفاع دقات القلب والتعرق، كانه كيعيش داك الحادث دابا بداك الشيء اللي طرا ليه. الحاجه الثانيه من الاعراض الكوابيس المزعجه ديال الحادث اللي كيبقى يجي كل مره وكيمنعوا من النوم بطريقه سليمه وعاديه. كيبقى يفيق كل مره في الليل كيغوت، حيت كان كيشوف راسو مره اخرى وسط داكشي اللي كان وقع. ثالث حاجه كنلقاوه ديما كيعيش حياه متوتره وخايف من كل شيء، طالع ليه الدم من الناس كاملين، منعزل عن الناس، ما بغى يهضر مع حتى شي واحد، ما عجبوش راسو وكيحس الاحساس ديال اللوم بانه هو السبب ديال ديك المشكله، مع ان هادشي اللي طرا ليه خارج الاراده ديالو. كيبقى يلوم راسو ويندم في راسو، وكتبدا عنده السلسله المليونيه ديال كون غير ما مشيتش، كون غير، وما بقاش كيقدر يحس شي احساس ايجابي كاع. ورابع عارض من العوارض هما التغيرات ديال ردود الافعال، بحيث ان الانسان كيولي متهور في شي حالات وكتصدر ردات فعل زايده على العاده. يقدر يغضب في شي وقت اللي ما خصوش يغضب فيه، ولا يزيد فيه في شي اوقات اللي خاصو يكون حازم فيهم، والاعصاب ديالو ديما مرونه، والاحاسيس ديالو داكشي ما راكبش في بلاصتو. هادشي كيخليه ما يقدرش يدير الاعمال اللي مولف كيدير كل نهار، بحال الماكله ولا النعاس ولا التركيز في اعمال يوميه اللي كان موالف بيهم. هاد الاعراض يقدروا يبانوا من بعد اي صدمه نفسيه تعرض ليها شي حد، ولكن لا بقات فيه لمده فايته شهر، ويقدر تبان فيه حتى مورا 3 أشهر من بعد داكشي. وعليها فرح لازم يشوف معالج نفسي ولا طبيب نفسي على حسب حده الحاله. هادشي الاعراض اللي كيبانوا عند الراشدين. اما الدراري الصغار والاطفال اللي قبل 6 سنين فراه كتبان عندهم اعراض مختلفه شويه، من بينها انهم كيفزكوا الفراش من بعد ما يكونوا ديجا تعلموا كيفاش يمشيو بوحدهم للطواليت، فكيولي عندهم تبول لا ارادي. زياده على ذلك الاطفال اللي تعرضوا لشي صدمه نفسيه يقدروا يفقدوا القدره على الكلام او على طريقه الكلام، بحيث ديك الصدمه كتستحوذ عليهم بشكل كامل. والحاجه الاخرى انه كيبدا يمثل الحادثه في الوقت اللي كيكون كيلعب فيه، كيبدا يرجع دوك الذكريات اللي طراو ليه في اللعب. ونزيدوا على هادشي انه كيولي خايف وغير شاد في الدين ديال باباه ولا شي حد قريب منه، وما باغيش يطلق منه، كانه كيحس شي خطر كيهدو كيجي ليه. اما بالنسبه للاطفال اللي كبر من 6 سنين فكتبان عندهم الاعراض قراب ديال الناس الكبار، ويقدر يطور شي افعال عدوانيه بحال يهرج شي حاجه في الدار، ولا ما يبقاش يحترم شي حد من افراد العائله ديالو بلا ما يكون كيبان عليه شي سبب واضح مورا هاد التصرفات. والمراهقين اللي تعرضوا لشي حادث صادم كيولي عندهم الاحساس بالندم بالنسبه لداكشي اللي طرا، ويقدروا يطوروا حتى الاحساس بالانتقام حتى هو. من بعد ما عرفنا الاعراض ديال الصدمه النفسيه جا الوقت باش نعرفوا الانواع ديالها. النوع الاول هو الاستجابه العاديه للتوتر. هذا النوع كيبان قبل ما تبدا الاعراض ديال الصدمه النفسيه، كيبان على شكل توتر اللي كيهيج خلايا الجهاز العصبي والجهاز المناعي. الدور ديالو في الجسم هو المقاومه ديال الاخطار الخارجيه، فحال الا طرا شي حادث ولا شي مرض لا قدر الله، هو في العاده ما كيأثرش على الحياه الطبيعيه. النوع الثاني هو اضطراب التوتر الحاد، هو توتر حاد اللي كيتطور من بعد شي حادث، والاعراض كيبانوا من بعد 3 ايام حتى شهر من بعد الحادثه. وهذا النوع كيخف من بعد حصص ديال العلاج النفسي السلوكي CBT. النوع الثالث هو اضطراب الصدمه الانفصالي، كيبان عند الناس اللي كيبقاو يشوفوا كوابيس بصفه متكرره من جراء الصدمه، فكيوليو يعيشوا حاله من انفصال وجداني مع الواقع اللي كيعيشوه. والنوع الرابع هو الصدمه غير المعقده، والناس اللي كيعانيوا من هذا النوع من الصدمه كيوليو يعيشوا حاله من العزله عن الناس وعلى البلايص اللي موالفين يمشيو ليهم. وهذا النوع كيبقى من اكثر الانواع اللي كيتم التشخيص ديالو،
والنوع الخامس هو الصدمه المركبه. كيطرح هذا النوع ملي كيجيو الصدمات النفسيه على شي انسان وحده مورا الاخرى. هذا النوع يقدر الى طرا في الصغر ياثر على التصرفات والمعاملات في الكبر، وكيبان ايضا على الشكل ارهاق والم مزمن. هو كياخذ شويه ديال الوقت باش يتعالج مقارنه مع الانواع اللي فاتوا. والعلاج ديال الصدمه النفسيه كيختلف حسب الحده والشده ديالها في كل حاله. كاين جوج انواع ديال العلاج النفسي السلوكي المعرفي والعلاج بالادويه. فالشخص اذا كان كيعاني من هذه الامراض فلازم يشوف معالج نفسي اللي كيعالج عن طريق الكلام بطرق علميه مدروسه، واللي يساعده يخف من بعد حصص ديال المتابعه. المعالج النفسي كيساعد الشخص يشعر بالامان اللي فقده جراء الصدمه، وكيعاونو يرجع القدره على انه يخرج من هذا الشيء ويتخلص من الاحساس باللوم والعار بانه السبب في داك الشيء اللي طرا، وكيعاونو يكون مناعه نفسيه ويخرج من صندوق الماضي واللي يشوف داك الحدث من زاوية مختلفة. هذا الأمر كيكون صعيب نفسيا في الأول وكيبدا يتجاوز فيه شوية بشوية، وفي الحالة الأخرى فغيكون الطبيب النفسي هو اللي يقدر يعاون الشخص يتجاوز هذه الصدمة عن طريق الأدوية، واللي كيعاونو يتغلب على دوك الأعراض ديال القلق والتوتر. ممكن الإنسان يحتاج في بعض الحالات معالج نفسي وطبيب نفسي في نفس الوقت. ودابا كيفاش نقدر نعاون شي حد من القرب اللي يتجاوز شي حادث كبير طرا ليه في هذه الحياة؟ والجواب هو الدعم. ثم الدعم تكون في جنبه، ما تحس انه وحده في هذه الدنيا. هذه حاجه غتعاونو بزاف، ومجرد انك تهضر معاه في الموضوع ملي يكون مستعد يقدر يجنب بزاف ديال الحوايج. ولا كان كيحس باللوم مهم انك تحاول تناقش معاه باش يوصل النتيجه لراسو بان داك الشيء راه قضاء وقدر وخارج الاراده ديالو، وانه خاصو يدوز الوقت شويه في الحزن باش يدوز ويرجع للحياه الطبيعيه مره اخرى.